السلام عليكم. أنا أخوكم رستم مدخلي. أكيد ما حد يعرفني. ما حد يعرفني لأني ما أعرف أرقص بربس، ولا أعرف أشوت كورة، ولا أعرف أغني تنباكي، ولا أنا من الشعراء اللي يدغدغون المشاعر. للأسف أنا مخترع، وأنا أقول لكم ليش للأسف. لأني أدري أني أنا عبء على الوطن. قبل 10 سنوات كان معي 5 اختراعات مسجلة، سقطت كلها بسبب عدم قدرتي على تسديد الرسوم. الحمد لله أمر خادم الحرمين عام 1427 بتسديد الرسوم للمخترعين الأفراد في المكتب السعودي. تم اعتماد الأمر من عام 1432 باستثناء رسوم الإيداع 400 ريال. هذه حسنة لازم أذكرها، لكن في معوقات لا زالت موجودة. بالله افتح صفحة جوجل واكتب دعم المخترعين السعوديين، تلاقي نتائج كثيرة. روح زورهم، هل تلقى نفس الكلام اللي موجود على النت؟ أولهم موهبة، كانت زمان تدعمنا دعم معنوي بس، واليوم تبروا مننا وراحوا للطلاب يضحكون عليهم. أنا أقول لكم كيف تضحك على الطلاب. عشوائي، جمعوا الطلاب الموهوبين المخترعين، أي واحد معاه اختراع يقوله. طبعا أنا قد قريت عن البراءات وكيف تسجيل وهذا في كتب أمريكية مترجمة، وبرضو قد قريت في اللوائح والأنظمة في السعودية. مادة 44 الفقرة ألف إنه ينص إنه بعد الكشف عن الاختراع ما يحق لك تسجل طلب براءة اختراع. بالتالي حرمت هذا الطالب المسكين اللي يجهل هذه الأنظمة، حرمته لأنه تكلم عن اختراعه وقال للمدرس وقال للطلاب وقال للمعارض، وقد تكون فكرته ثمينة تجيب ملايين، لكنه خسارة خلاص راحت عليه. أما أنا الحمد لله تثقفت وقريت في كتب وقريت في كل شيء، لكن ضحيتي 5 اختراعات سقطت زمان أول. لكن حمدت ربي وألهمني الله بفكرة الجنوط هذه اللي بدون مسامير بالمفتاح، تبدل بنشر بمفتاح تشغيل السيارة السويتش. حصلت على براءة اختراع، جلست الآن صار لها 2 سنين وهي كذا معايا، ما منها ولا فايدة. طبعا حاولت أعتمد على نفسي وإني أسوق لنفسي اختراعي، وطبعت هذا الكتاب باسم عجلات رستم، لكن للأسف ما لقيت أي حد. اكتشفت أن التجار عندنا مش صناعيين، بس يبغى يستورد شيء جاهز. قررت أسافر الصين، فبس أيامها كنت موظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. بعد الاستخارة طبعا قدمت استقالة من العمل وسافرت الصين، وقلت أدرس على حسابي سنة لعلي أحصل على بعثة هناك. جت موافقة للدراسة على حسابي الخاص بعد ما تخرجت من اللغة الصينية بعد سنة. طبعا رجعت هنا لقيت القرارات تغيرت، وزير جديد استلمها بضعة أشهر، قرر قرارات من عنده حرمني أنا وحرم كثير من المبتعثين يدرسون على حسابهم من الحصول على بعثة. إنه لو مضى على شهادتك أكثر من 10 سنوات ما تقدر تكمل دراسة. طيب الجامعة وافقت علي يا أخي، وأموري مضبوطة يا أخي. أمري إلى الله وجلست أحاول أروح وأجي لعلي أحصل على داعم، وسجلت اختراعات جديدة. من ضمنها هذه الفكرة، فكرة عملية مجربة سميتها كاشف، قدمتها لرئيس هيئة مكافحة الفساد. بصراحة رئيس هيئة مكافحة الفساد كان طيب جدا وتعامله معي رهيب، ولاحظت منه أنه استبشر بالفكرة وعجبنه كثير. طبعا الكلام هذا قبل 15 يوم. قد اتصلوا علي وقد سألوني كذا بعض الأشياء، وقالوا إنهم بيتصلون علي. أتوقع إنهم يبغون يستدعوني. قررت إني ما أرجع الديرة وأجلس في الرياض، بحيث إنه لو اتصلوا علي استدعوني أكون أجيهم على طول من قريب. وبرضو استغلت الفرصة بخصوص اختراعاتي. في هذه الفترة سجلت اختراع جديد وقلت أبغى أصممه هنا في المخارط. هو عبارة عن غطاء حق غرف التفتيش في الشوارع، غطاء مختلف تماما عن الأغطية الحالية، لأنه قابل للتكيف على مستوى سطح الشارع. عادة عندما يكون في سفلة جديدة فوق الشارع يهبط الغطاء فيصبح حفرة. فأنا صممت هذا الاختراع بحيث أنه يركب عليه المفتاح هذا وتدوره فيرتفع قابل للرفع فيتوازن على مستوى الشارع. عندي اختراعات أفضل من هذا بكثير شغال عليها،
لكن الآن أنا شغال على هذا الاختراع، أبغى أصمم نموذج له، ومعايا مهلة من تاريخ تسجيل الاختراع، معايا مهلة 12 شهر أقدر أسجل فيها طلب دولي في أي دولة حول العالم. إذا سجلت اختراعي في هذه الفترة في أكثر من دولة في دول متقدمة، أقدر أسوقه للشركات العالمية. التسجيل الدولي في أكثر من دولة مكلف، يعني أكثر من 100,000 تقريبا، وأنا بالله من فين أجيب هذا المبلغ؟ والمصيبة والكارثة لما أنا أكون معي أكثر من اختراع، بالله كيف أقدر أدعم نفسي بنفسي؟ أنا أعجز أسدد 400 رسوم، أقعد فيها شهر وشهرين علشان أقدر أوفرها. بالله كيف أقدر أسجل 100,000؟ الآن اختراع بنتي الصغيرة عمرها 10 سنوات جايبة فكرة والله ما شاء الله عليها، أحسن من اختراعاتي كلها. جاهزة الفكرة، جاهزة للتسجيل، صلحتها صممت كل شيء، ما عاد باقي إلا 400 هذه أنا حاطة يدي على خدي. أيضا تسجيل الدولي وتصميم النماذج للاختراع والتسويق، من فين أجيبها؟ من فين أدبرها؟ والله لو بيتي ملكي لحالي كان قد بعته، ولو هذا السيارة ملك ما هي نظام إيجار كان قد بعتها. والله وما أقول هذا الكلام إني أنا محتاج فلوس، والله لو محتاج من حد فلوس ولا أتشحت، الحمد لله أنا من عائلة كريمة ومحترمة، أقدر أوفر، وعشان فلوسي تكفيني هذا أنا الحمد لله أرقد داخل سيارتي وأتغسل في حمامة المسجد من يوم ما جيت الرياض، والله يغنيني عن فلوس الناس. في بداية الكلام أنا قلت إني عبء على الوطن، أن المخترع عبء على الوطن، وأنا أقول لكم كيف. اخترع لما يكون مدعوم داخل السعودية بس، وأحصل على براءة اختراع بس داخل السعودية، ما أقدر أحميه في أي دولة حول العالم إلا بس في السعودية. وبالتالي يستفيدون من الاختراع السعودي هذا الأمريكي والياباني والأوروبي والصيني والهندي وكل دول العالم إلا السعودية. دام أني حصلت على دعم داخل السعودية، سجلت اختراعي وحصلت على براءة اختراع داخل السعودية، ولكن ما سجلته في بلادهم، يقدرون يستفيدون منه في بلادهم. كذا يكون المخترع السعودي عبء على الوطن، فمنع المنتج السعودي والاختراع السعودي أنه يتسوق داخل الوطن. رسالتي هذه للإعلاميين، لرجال الأعمال اللي ما قدرت أوصل لهم ولا أدري من فين أوصل لهم، لا من إنترنت ولا من أبوابهم. وأنت يا هامور تويتر ادعمنا يا أخي، دف الرسالة هذه وصلها. وأنت يا إعلامي تعال يا أخي خذ مني الكلام، نيتي إني أقابل التجار وأجلس معاهم أوريهم بكل اللي معايا، بما فيها مشاريع برضو ريادية جديدة مبتكرة. عزيزي المستثمر يا أخي تعال اجلس معايا، والله يمكن انك تستفيد من الافكار اللي عندي وتكون دعم لك قبل ما تكون دعم لي. مكان التواصل، ارحب بكل الاتصالات وفي اي وقت، وارجوكم انشروا هذا المقطع في كل مكان، في كل مكان، خصوصا هوامير تويتر.